يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاستكمال مشواره في مسابقة الدوري العام من أجل الاستمرار في سلسلة الانتصارات التي يحققها الفريق لمواصلة تصدر جدول المسابقة بعد تحقيق الفريق الفوز في الجولات الأربع الماضية. وسيلتقي الأهلي مع غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري العام المصري يوم الأربعاء القادم 7 ديسمبر على استاد غزل المحلة في 5 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية وقطر، وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس. ويتصدر النادي الأهلي ترتيب جدول المسابقة برصيد 12 نقطة حققهم الفريق من الفوز في 4 مباريات، بينما يتواجد غزل المحلة في المركز الثاني برصيد 10 نقاط. ويستأنف الفريق تدريباته الجماعية اليوم الاثنين استعدادا لمباراة غزل المحلة بعد الراحة التي حصل عليها الفريق من التدريبات لمدة 24 ساعة. ويستعيد الأهلي خدمات التونسي علي معلول للمشاركة في المباراة القادمة بعد عودته ومشاركته في التدريبات الجماعية للفريق. كما انتظم محمود متولي في التدريبات الجماعية، وأكد طبيب الفريق على إنهاء اللاعب البرنامج التأهيلي الخاص به، وسيحسم المدير الفني مارسيل كولر موعد عودة اللاعب لمباريات الفريق خلال الأيام القادمة. كما سيخضع أيمن أشرف لفحص طبي أخير اليوم تحت إشراف الجهاز الطبي للاطمئنان على حالته قبل المشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق.